بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. متابعينا في صفحة المسيلة ميديا، يسرنا اليوم أن نستضيف لكم الدكتور علي محمد المنكوس، الطبيب الرئيسي في مقاطعة كيفة، المدير الجهوي للصحة بالنيابة في ولاية العصابة، للحديث حول المستجدات الصحية في الولاية، خاصة ما يتعلق منها بالأمراض الموسمية والوبائية، كيف الحالات اللي ظهرت في المناطق الحدودية مثل اللي قالنا تتعلق بالدفتريا، وكيف الحالات المعلن عنها في الولايه هون ما يتعلق باللي قالوا حمى الوادي المتصدع. اذا مرحبا بكم دكتور. شكرا على الاستضافه واتاحه الفرصه. مرحبا وسهلا بكم، شرفوا بهذا اللقاء وتفضلوا. هذا فرصه فعلا وجزاكم الله خير عليها، لانه مثل هذه الحالات المهم جدا هو نشر التوعية وإعطاء الخبر الصحيح. مرحبا. وقف. إذن بداية دكتور، وزارة الصحة أعلنت أمس عن تأكيد حالة وفاة اللي قالوا حمى الوادي المتصدع، خلقت هون في ولاية العصابة، أعتقد أنها بالتحديد المستشفى كيف. نختاركم إذا عاد عندكم معلومات أخرين عن انتشار هذا المرض تقولوهم ونختارهم اللي وهم عندنا قاعد اساسا تتكلمون بوصفكم طبيب عن هذا المرض شنو هو وطرق انتقاله وطرق ملي العدوى منه. شكرا. بالنسبه للسؤال فعلا مهم. بالنسبه الحالات اللي فاتت بالنسبه للحالات لحد الان من حالات حمى الوادي المتصدع، في حالتين مشتبه بهم رايك حاليا في مستشفى كيفة، مركز الاستطباب بكيفة، وفي ذيك حالة وفاة اللي تم الإعلان عنها هذه هي، وفي حالة تم تأكيدها بالفحص في باركيول. لأن هذه هي الحالة رايك العدد لحد الآن لغاية اليوم. بالنسبة لحمى الوادي المتصدع، هذه رواية مهم. هذا المرض على أنه ننشر الوعي حوله، اللي هو المرض شنو هو، طريقة انتشاره والله انتقاله والوقاية منه. لأنه هون في هذا المجال المهم فيه طريقة الوقاية، لأنه ما ثم المواطنين يا الله هم اللي يعرفوا طرق الوقاية، ياك هم يعدلوها، لأنه ما في أي إجراء ثاني يكون الوقاية. مثل ما تعرفوا فترة فصل الخريف تنتشر ياسر من الأمراض الوبائية، معروف أسبابها مع أنه رايك في صدد شرحه، وخاصة منها الأمراض الفيروسية. هاي الأمراض الفيروسية مشكلة طارحة، مشكلة صحية في العالم كامل، لأن الفيروسات عالم، لأن الفيروسات عالم كبير ومتغير ومتحول، ولحد الآن ما فيه دواء يقضي على فيروس معين. بالتالي لحد الآن فيه شيء قالها الوقاية عن طريق الفاكسين اللي هي تلقيح اللقاحات. والله الوقاية، إجراءات الوقاية تعدل، معناها أنه يبقى الأمراض الفيروسية طارحة تحدي كبير، لأنها لابد كل مرض فيروسي يعود معروف طرق انتقاله، طرق الوقاية منه ياك يتم تجنبه، لأنها هي أسهل وأنجع طريقة للتعامل معها. حمى الوادي المتصدع حمى مرض حيواني، هو الأصل فيه حيوان وينتقل من الحيوان شور الإنسان. هذا النوع من الأمراض ينقال لها الأمراض مشتركة بين الحيوان والإنسان. غير الحمد لله الخبر المبشر فيه والرواية المبشرة فيه يعني الحمد لله الانتقال بين البشر ما هو خالي فيه. هذه الحمد لله رواية مهمة، لأنه يخوف الأمراض الفيروسية تفوقها سريعة الانتشار والعدوائية، واللي تعود تنتقل الأنواع من اللي تنتقل بين البشر تعود خطيرة. والحمد لله مرض يصيب الحيوان ويصيب كافة أنواع الحيوان، المواشي كاملة، الغنم والبقار والبل يصيبها كاملة، وينتقل من الحيوان للإنسان. شنو هي طرق الانتقال من الحيوان للإنسان؟ هو الملامسة لأي شيء جاي من الحيوان المصاب، سواء كانت ملامسة دمه أو أي إفرازات جاية منه، من ضمنها اللبن طبعا وهي، أو ملامسة أي لتيسي الأحشاء كيف لحمه مثلا تلامسه، هذا أي حيوان مصاب
تمت ملامسة أي شيء جاي منه هذا ينقل المرض للإنسان. بالتالي لأن عرفنا طريق المرض شنو طرق انتشاره، فهم طريقة ثانية لنقل المرض للإنسان هي لي بيكير ديموستيك، عضة الحشرات، منها الناموس ومنها غيره. معناها أن الحشرات إلين تعض الحيوان المصاب هي طبعا اللي تقبل من دمه إلين تعض الإنسان، الحشرات اللي قابلة دم حيوان مصاب إلين تعض الإنسان اللي تنقل له المرض. هي طريقة ثانية لنقل المرض للإنسان. بالتالي في ظل هذه الرواية يعود التعامل الحمد لله لحد الآن هو حالته لا مازالت عادية، لأنهم هذو الحالتين اللي عندنا اللي مشتبه فيهم ومش عيناتهم للفحص، واحدة منهم جاية من تقانت بليدة تابعة لمقاطعة المجرية، وواحدة جاية من مقاطعة كنكوصة بالتحديد من شو يقولوا لها تامورة الكوار. هذه اللي هي كانت واحدة من مراكز مرض الدفتيريا ذريك. هي أصلا كانت حالة من الدفتيريا، غير عقب ظهرت عليها أعراض الوادي المتصدع، حمى الوادي المتصدع. لأن هاي حالتين هو المشتبه في مريك، وتم أخذ عيناتهم للفحص ومشى. والله قلنا فيه عينة فات تم تشخيصها، تأكيد تشخيصها في باركيو. إذا الحمد لله لحد الآن الحالة تحت المرض تحت السيطرة، إلا أنه لابد من جهد كبير، ما هو لا له للصحة ولا هو لا للسلطات قاعد العموم بشكل عام. المواطنين نريك عليهم دور كبير. صحيح احنا السلطات الصحية والسلطات العمومية عليها دور كبير انها تتحرك ونعودوا جاهزين وحذرين، يا غير اللي نوصلوا المعلومات للمواطنين الين يعرفوا يعرفوا التعامل مع هذا النوع من الامراض. بالتالي اخذ الحيطة والحذر مطلوب، والمواطنين عليهم دور كبير. وريك مثلا المواطنين ريك يلا في هذه الحاله ريك التفادي حمى الوادي المتصدع، يلا اول شيء التعامل مع الحيوان يعود بماده تراقب الحيوان، لين تشوف اي طريقه لو قله صحه والله ما هو طبيعي هذا يلا يتم التبليغ عنها. هاي روايه مهمه. اثنين يلا في ظل هاي الحاله يعود التعامل معه بشكل عام تعامل باجراءات احتياطيه، خالق نوع من الملابس توقي، وخالق نوع من النعايل ينداروا، هذا كامل يتعامل مع الحيوان سواء كان تنميه حليب او ذبحه. هذا يلا يعود قابل هاي الاحتياطات، يعود في راسه دريك انه فيه هذا المرض متحرك، وداير ذي الروايه في راسه، وداير في راسه انه يلا يقبل اجراءات حيطه وحذر، انه التعامل مع الحيوان اي شيء جاي من الحيوان دمه لحمه انسجته كامله جاي منه، افرازات كامله جايه منه، يعملوا لا شاف حيوان تجي منه افرازات من فم وخلانه ولعاب جاي سوائل، لكن الله يعود حذر منها لانك تنقل المرض. انا انه يلا يعود حذر من هذا. اثنين التعامل مع شين قال لها كامل المنتجات الحيوانيه ريك يلا تطهى طهي جيد، معناها اذا تطيب حتى اللبن مثلا يلا يفيض، اللحم يلا يطيب حتى، لكن ريك طرقنا احنا اللي شي من الخلق لا يقبل بالسيف يمسوا النار والله ما يمسوا، ذيك ريك ممنوعه في الفتره. يلا اي منتجات الالبان كامله تطيب حتى ريك. هذا بالاضافه للتعامل قلنا الحذر مع الحيوان في ذبحه وكل شيء، يعود حد منتبه له اي شيء شافه هو شيء صحيح شوفه طاري له مرض ذوق واضح انه يلا يعرفوا يبلغ عن السلطات البيطريه اللي هي قايمه ريك عندها فرق طالستهم ماشيه للتشخيص، وعادة في مثل هاي الحالات يخلق ذا المرض يشخص منه في الحيوان، يقوموا اللي بحملات تلقيح لأنه يلقح الحيوان، تطعيم يعدل الحيوان كيف البشر. معناها أنه ريك احنا عرفنا الحالة ريك في المرض، طرق انتقاله عرفناها، قال انه لا اي شيء تعامله مع الحيوان انسجته افرازاته لبنه لحمه دمه، لأنه منتجات الحيوانية كاملة يجب أنها يتعامل معها تطيب حتى لأن ذاك يعقمها يقتل ذاك. اثنين طريقة الوقاية الثانية اللي مهمة هي استعمال الناموسيات القبو. يلا يتم تفادي لكن حاولوا بقدر المستطاع كلها ما تعضوا ناموسة ولا أي حشرة. معناها على أنه القبو بريق ضروري استعمالهم، بالإضافة للموسم بالناموس وحمة الملاريا
ضروري رايك استعمالهم يلا يعود استعمالهم اللي ناجع افيكاس. ما هو احنا قبل نبني القبه قال لي ندخلوا فيها لا منوي والله الوحده وقت الرقاد ذاك ما ذاك معناها انك الساعه فات عضنا وفات اخبار. يلا هاي روايه مهمه استعمال القبوب. وثلاثه الناس اللي في الريف وتتعامل مع الحيوان اسوك منمي واسوك اسمه اهل بطار الذباحين وهذا يلا يا قبل ريك يعود عندهم ملابس ويعملوا قفازات قهات يعودوا عندهم البطات هذه اللحيه هذه اللي طالعه بالتالي بحيث انهم يحاولوا يحرصوا على انه اللي ما قد يمسجل لهم من اي شيء جاي من الحيوان يواسوها. اذا هذه هي الطرق الناجعه والمهمه بالاضافه على ان يلا كاملين نعودوا في جيران نعودوا حذرين وكلنا عالم بالروايه على مستوى ياك قد يتعامل معاها. شكرا دكتور على هاي المعلومات وعلى الشروحات القيمه والمعلومات حقيقه اللي مهمه ويلا الناس كامله تقبلها بالاعتبار لانها تساهم في توعيه الناس ضد المرض. طبعا اذكركم تقولون الحالات اللي قالوا عنها ظهرت على مستوى ذيك القرى الحدوديه اللي تتعلق بمرض اخر قالوا عنه قالوا مرض الدفتيريا. مرض الدفتيريا هذا اللي هو شنو؟ وشنو هي الحالات المسجله ومن درجه كانوا عدد الوفيات حتى الان ومن درجه كانكم انتم تحركتوا على مستوى الاداره الصحيه هون تحركت شغل بؤره المرض اللي شفنا بعض المنتخبين المحليين وصف الحاله بانها حاله تكاد تكون وبائيه في ذيك المنطقه. اذا تختاروا تكلمونا عن المرض وعن المعلومات اللي عندكم حوله وما طرق الوقايه منه هو وطرق انتقال العدوى. شكرا. هذا موضوع ثاني واللي هو موضوع نعرف موضوع الساعه وموضوع مهم. وفعلا في حاله وباء من مرض الدفتيريا والله ينقال له بالعربيه الدفتيريا لا هو اسمه بالفرنسيه لا دفتيري لا عاد ترجمته غير اسمه بالعربيه هم اللي يقولوا له مرض الخناق لانه اساسا تجي حالته حاده منه بدرجات عاد مصاب باختناق صعوبه التنفس حاده واصله للاختناق هذا يسمى بهذه اللي خناق. هذا زاد هو مرض هريك حكما احنا في حاله وباء منه خاصه مقاطعه كونكوصه في عده قرى منه حدوديه مع ولايه الحوض الغربي ومع جهه من دماقه ولحد الان لغايه اليوم فيه 44 حاله منه تحت العلاج فيه 23 حاله تم شفائها شفاء تام وفيها 7 وفيات منه تم لحد الان مسجله 7 وفيات منه. لان هذه هي حالته 44 حاله تحت العلاج لغايه اليوم 7 وفيات و23 حاله شفاء تام. هذا المرض زاد هو من اللي نلقى عليه نظره شوي هو مرض بكتيري يختلف عن المرض اللي كنا شادين خبره المرض الفيروسي. هذا مرض بكتيري ويصيب اساسا يعدل التهاب نقولوا انفكسيون والله زاد اصابه بكتيريه تصيب اساسا الجهاز التنفسي الفوقاني والجهاز التنفسي في جهاز تنفسي الفوق جهاز تنفسي تحت اساسا الرئه والقصبات. الفوق الصاع عندنا هذه الحنجره وعندنا هون الحلقوم وعندنا هو يصيب منطقه هون الفارينكس هون لارينكس الحلقوم والحنجره هذه هي منطقه اصابته يعدل التهابات واصابه بكتيريه حاده ويتطور من الاول لا حمى وسعه حمى وكحه هكذاك يبدا يجي يتطور شوره حاله التهابات تنفسيه حاده جدا قد تؤدي لحاله ازفكسي اختناق تؤدي الوفاه. هذا هو المرض. الامراض البكتيريه تتميز انها حالتها ما هي مخيفه كالامراض الفيروسيه لان عندها المضادات الحيويه تشتغل على مسبب المرض مباشره ما هي كيف الفيروس عنده لا علاج اعراض وقايه هي علاج تعامل معاه علاجه هو الوقايه معرفه المرض شنو معرفه طرق الانتقال والوقايه هو علاج. بينما الحمد لله الامراض البكتيريه على الاقل بعد عندها مضاد دواء اما علاج لا هي يشتغل على مسبب على الجرثومه نفسها اللي تسبب المرض وهذا هو حال الدفتيريا. عنده طريقه طبعا هو من الامراض اللي معدلين لها لقاحات وللاسف اعلنوا على الرقم من احنا وريك عندنا هذه للفيه الثالثه والعالم مشى وقضى على الامراض كامله العدت عندها لقاحات واحنا ما زالت عندنا تظهر عندنا الامراض اللي موجوده لقاحاتها.
هذا يرجع لاش موفره، لقاحاتها متوفره. واحنا راعي الحمله اللي فات يوم 27 هذا كانت تستهدف شيء قال له الراتراباج، شيء قال له الاستدراك. راعي في ذا الموضوع قبال بالذات اعلنوا موريتانيا من بين عده دول على مستوى قاره افريقيا اللي عدلت احصائيات على مستوى التطعيم والتلقيح لهي الامراض، انجبر على انها مازال عندنا عدد ما هفتنا لحقنا العدد اللي يلا نلحقوا من تطعيم الاطفال اللي يعودوا شيء قال لهم كملوا تلقيحاتهم. وهذا مشكلته اساسا ترجع لعده عوامل، من بينها عقليه المجتمع، من بينها لا موبيليتي، تحركه، عدم ثباته، البداوه وطابع البداوه المازال خالق فيه. وكانت طريق حمله خارجه تستهدف الاطفال الى سن 5 سنوات، قبل ما فاوا سنوات، انهم اللي كامل ما قط اجبار التلقيح، والله اللي ما وفى لقاحاته، لانه يواجه عندنا ياسر من الامهات ومسؤولين الاطفال اللي لا يدير عدة جرعات وما يكمل بقيه الجرعات. هذا مرض عنده لقاح، ولو كانت الناس كامله ساهره وعارفه قيمه التلقيح يعود قاعد المرض ما تلخ خارج انقضى عليه. مهم على انه لقاحاته موجوده، وكانت حمله ري خالقه فيها، هو من بينها اللي كان ينعطى، ولحد الان الحمد لله اللي ما زالت حالته لا تحت السيطره. ومشاوا عينات للفحص، ما فات رجعت نتائجهم، غير بعد راهي وصلت معهد البحوث يتعامل معها ودرج نتائجها، لانها هي سريريا حالات شبه مؤكده سريريا، يبقى باقي ريك لا تاكيدها مخبريا والله بالفحوص. هذه هي حاله الوباء لحد الان. في نفس الوقت طريقه انتقاله، هاي نقطه مهمه ما ننساوها، على انه يختلف عن ذاك، سينتقل بين البشر، هو مرض جاي من البشر وينتقل بين البشر، واساسا نقله يجب الوقايه منه، هو ينتقل عن طريق التنفس. بالتالي يجب ان نستعمل الكمامات قدر المستطاع، اسوء على شكل احوال، على شكل ماسك كمامات هذه الطبيه. 2 يجب منع حالات التجمع وتفادي حالات التجمع، هاي رواية مهمه خاصه في مناطقنا هاي. والله قاعد بشكل عام انه مناطق كي الاسواق الاسبوعيه، كيف الازدحامات في المرصى ومناطق تجمعيه، يجب ان مده عود منتبه لهذا. واللي ما فات العوائل والامهات اساسا اللي عندهم اطفال ما كملوا تلقيحهم، مفتوحه لهم الفرصه انهم يكملوا بقيه لقاحاتهم ويسهروا على تلقيح الاطفال في المستقبل. وانه عمل الاستشارات عند بدايه ظهور اي حاله او قله صحه، يلا حد يعدل استشاره بالعجله، ما يتحرى. هذا مثلا الحالات الوفيات الدفتيريا فيهم مثلا متوفاه ما عدلوا قاع استشاره طبيه قاع. والحالات الثانيه يجيك الواحد عاد في الحالات النهائيه ينقاس به علاجات ما تعرف قاع الثانيه هي شنو، لين يستفحل المرض ويجيك عاد في حاله مضاعفات. اذا هذه حالات نبقى من المواطنين التعامل في هذا الاطار، انهم يحرصوا على الوقايه ويحرصوا على الاستشارات في وقتها، كل شيء الله يعدله في وقته. لم يبقى لنا في نهايه اللقاء الا ان نشكر الدكتور علي محمد المنكوس، طبيب الرئيس لمقاطعه كيفا، مدير جهوي للصحه بولايه العصابه بالنيابه. السلام عليكم ورحمه الله.